هل فعلا أنت غائب أم يخيل للمشاهدين الكرام أنك غائب بديس فضلاء؟ فعلا أنا غائب من غير أن أغادر الجزائر. بمعنى أنني غائب للضرورة وحاضر في الواجب. غائب، أنا اليوم بباريس منذ سنوات، مقيم بباريس، وعلى حد المثل الذي يقول يزين الغريب إذا ما اغترب ثلاثة، فمنهن حسن الأدب، وثانية طيب أخلاقه، ويختمهن اجتناب الريب. هكذا لنتصور غيابنا في بلاد الغربة. Salam alaikum, bonjour, bonsoir, حيثما كنتم, bien entendu, Azul. صدق أخي وصديقي بديس فضلاء عندما قال: من سمات وواجبات المسافر الجزائري، المهاجر الجزائري، المتغرب الجزائري، من واجباته خصوصا، من واجباته 3: حسن الأدب، طيب الأخلاق، واجتناب الريب. لماذا؟ لأن المسافر المهاجر أو المتغرب الجزائري هو أول سفير وطنه، هو أول سفير شعبه، هو أول سفير مسؤول عن الصورة تاع وطنه الجزائر في بلدان العالم. لأن حب الوطن هو كذلك من الإيمان. رغم أن أجسادنا في الغربة تبقى دائما الجزائر في قلوبنا. وبالمناسبة الضيف متاعنا اليوم هو الأخ الدكتور محمد بن خروف، اختصاصي في علم النفس وعلوم التربية، مقيم في ضواحي باريس في فرنسا. هو ضيفنا اليوم، راح يتكلم لنا ويعطينا انطباعاته على مختلف المواضيع. قبل ما نطرقوا للروبورتاج حبيت نقول كلمة. كل النخبة الجزائرية اللي راهي في الخارج، مثل الضيوف اللي جازوا في الحصص اللي فاتت، كلهم عندهم مستوى دراسي في المستوى، لأن القاعدة نتاعهم، القاعدة الدراسية هي عندهم أساس متين جابوه من الجزائر، درسوا في الجزائر، وهذيك الدراسة المجانية اللي عطتها لهم الجزائر جاو بها وتمكنوا باش يتابعوا ويديروا دراسات عليا أخرى، لأن القاعدة الدراسية نتاعهم كانت متينة. ورغم وش يقولوا أعداء الجزائر، المستوى الدراسي الجزائري كان من أعلى المستويات في العالم. حبة من حبة وكره من كره. اليوم أنا نشوف النخبة كاين منهم اللي زادوا دراسات عليا في إطار النووي، الطاقات و سواء كملوا دراستهم وعندهم مناصب تاع عمل
كإطارات ساميين. هذا يعني أن القاعدة متينة كما حب الوطن. ومنهم الأخ ضيفنا الدكتور محمد بن خروف. ما نطولش عليكم، نتلاقاو إن شاء الله في الحصة القادمة مع ضيف آخر جزائري اللي شرف الجزائر في الخارج. ما بقى لي نقول لكم ما تنساوش بلي نحبوكم كيما تحبونا ونقدركم كيما تقدرونا. نقول لكم السلام عليكم، بون جورني، بون سواري، حيثما كنتم، et bien entendu, de merde. One, two, three. Viva l'Algérie! Viva l'Algérie! Yes. يا قمري ودي سلامي للغربة، واللي راه غريب مشتاق الأوطان، بلغ له سلام أرض المحبة، الجزائر أمنا عز البلدان، وإذا جيت تزورها يا مرحبا، أهلا وسهلا بيك لبلادك مضمان. نعم، الو. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. جمال بيه معك. اهلا مرحبا، تفضل الباب مفتوح، تفضل. السلام عليكم الأخ محمد بن خروف. وعليكم السلام. شكرا على الاستضافة. مرحبا بكم. الله يسلمك. من هو محمد بن خروف؟ أولا شكرا على قدومكم لهنا وتلبيتكم لهذه الدعوة. وبكل بساطة محمد بن خروف هو جزائري، راح نقول لك شاب جزائري، كان شاب جزائري دخل البلاد هذه وسني في عمري 25، والآن أقارب 60، يعني قرابة 34 سنة في هذه البلاد. جيت كطالب جزائري بليسانس في علم النفس من جامعة الجزائر، وكان مشروعي آنذاك مثل الشباب اللي كانت يعني في الجزائر، كان عندنا طموح كبير باش نواصلوا الدراسات العليا تاعنا في الجزائر، وكانت عندنا مشاريع أيضا نقدر نحققها في الجزائر، خاصة في الميدان اللي كنت فيها أنا، مثلا في علم النفس وعلوم التربية. كان بحاجة الجزائر لهذا الاختصاص هذا، سواء بالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد مثلا، أو الأنواع الأخرى من الأمراض النفسية، أو الإصلاح التربوي، أو القيام في الإصلاحات التربوية
تأسيس نظام تربوي يتأقلم مع المجتمع الجزائري، يحافظ على هوية المجتمع الجزائري. هذا مشروعنا بصفة عامة. للأسف الشديد المرحلة هذه من نهاية الثمانينات شهدت، والكل يعرف أنه شهدت تحول سياسي عميق في الجزائر، ومما أدى إلى اضطراب نوعا ما في المناخ المجتمع الجزائري من جهة ثانية. كانت فرص مواصلة الدراسات العليا في الجزائر كانت يعني ضيقة جدا، بحيث عدد المناصب مفتوحة في الدكتوراه أو في الجامعة تحضير الماجستير كانت محدودة جدا، وبالتالي مما يعني دفع الكثير من الشباب أنه يختار طريق الهجرة فرنسا. والسنين تمر بسرعة وسرعة فائقة، وكان عندنا أمل يعني في كل مرة أن ننتهي ربما من 2 3 سنوات نعاود نرجع البلاد من جديد، لكن كل مرة الجزائر كانت تمر بفترة أيضا أصعب أكثر، خاصة العشرية السوداء، العشرية التسعينيات السوداء اللي يعني تركت آثارها السلبية في نفوس كل الجزائريين. الجزائر استثمرت فينا، والحق يعني الحمد لله وصلنا للجامعة بدراسة مجانية. أولادنا يعني احنا أبناء المجتمع الجزائري طبقة متوسطة كلها، ما فيش واحد يعني يفتخر على الآخر، كلنا كنا أبناء المدرسة الواحدة وبالمجان، وتحصلنا على الدبلوم الشهادة اللي مكنتنا من أن يعني نواصل دراستنا العليا في هذه البلاد أو بلدان أخرى بكل جدارة واستحقاق. يعني ليس مجاملة لنا ولا إنما كانت عندنا قاعدة تكوينية صلبة مكنتنا من أن نواصل دراستنا تاعنا هنا ونحقق مشاريعنا. يقدر يقول الإنسان ربما البلدان هذه استفادت منها صحيح، لكنها هي أيضا اللي وفرت لنا هذه الأمور هذه حتى نفجر كل الطاقات نتاعنا ونحقق بعض المشاريع اللي كنا ننوي نحققها إن شاء الله. والآن استقرت هنا في فرنسا وراك تعمل هنا في فرنسا منذ 34 سنة. استقراري دام 34 سنة للأسف الشديد، بعد ما كان استقرار يعني مؤقت لمدة 2 أو 3 سنوات فور انتهاء يعني الدراسات نتاع الدكتوراه. لكن مثل ما ذكرت منذ قليل أن الأوضاع السياسية التي كانت في الجزائر لم تكن تشجعنا حتى نعود إلى الوطن، بل بالعكس يعني من كان ينصحنا آنذاك أن نبقى هنا، وكانت فكرة يعني جيدة حتى نزيد نتكون أكثر ونزيد نكتسب تجربة أكثر، وهذا ما حدث. وكان لي الحظ آنذاك أني التقيت بأواخر إطارات ما يسمى آنذاك بالودادية الجزائريين بأوروبا، واقتربت منهم. على كل حال كانوا منضبطين كثيرا، وتعلمت أنا شخصيا تعلمت منهم أشياء كثيرة بالنسبة للعمل التطوعي، بالنسبة لحب الجزائر، بالنسبة للتضامن بين الجزائريين، بالنسبة كل هذه الأمور اكتسبناها من خلال أواخر أعضاء الودادية الجزائريين بأوروبا التي كانت العمود الفقري لتوحيد الجزائريين بكل أطيافهم، من عمال، من طلبة، من نقابات، من يعني كانت السند. وأنا كان لي الشرف أني يعني اقتربت من هؤلاء، وكنت نشرف على موضوعين الصحة النفسية، وأيضا كانت عندنا في آنذاك في باريس 18 دائرة 18 18 أرونديسمون مقر في ما يسمى جمعية كانت تسمى الاتحاد الجالية الجزائرية في باريس ليكاب. وأنا كنت يعني من بين هؤلاء اللي كنت مستشار في ما يسمى بفرنس ميديا، فرنس 24 أو القنوات الأخرى، كمستشار للأمور الهجرة والمهاجرين والإسلام في أوروبا، والعلاقات الأوروبية المغاربية، العلاقات الأوروبية الإفريقية. نيابة عن الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج بفرنسا والتي أترأس رابطتها، نيابة عن أصدقاء فرنسا للصحراء الغربية،
التي أنتمي إليها أيضا. في أيضا لأن نشارك في قوافل لكارافان هيمانيتير بور لي صحراوي دو تندوف. فوالا دونك اشاك فوا عندنا كل عام، وايضا لي كونفيرونس تما لي كونفيرونس نيميرو 1 2 3 4 5 كلها شاركت فيها في الجزائر من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي. المشروع تاع الرابطه، تاسيس الرابطه كان يعني تكمله للمشروع اللي كان قبله، وهو تاسيس الاتحاد الدولي للاطارات الجزائريه. للاسف الشديد ان هذا المشروع كان ناجح، ولذا كتب له الفشل في اقرب وقت. لماذا؟ لانه هذا المشروع تاع الجمعيه تاع جمع الاطارات الجزائريه في الخارج كان عرضه ل خروقات سياسية من طرف بعض الأعضاء، وبالتالي كان العديد منهم اللي ما يحبش الخير للبلاد ربما، ولهذا تكسر المشروع هذا. لكن غالبية الأعضاء اللي كانوا موجودين فيه حاولنا أننا نجدد مرة ثانية في تشكيلة أخرى جمعوية اللي تجمعنا ككفاءات، وتم الاتفاق بين المشاركين على تأسيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج. عندنا 3 أهداف رئيسية لتأسيس هذه رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج، وهي أولا جمع أكبر عدد ممكن من هذه الكفاءات التي تقيم بالخارج والتي يعترف بكفاءتها العالم كله، وخاصة البلدان اللي تعيش فيها. ثانيا الدفاع عن حقوق هذه الكفاءات، عندما تكون مدير أو عضو في مخبر بحث أو في يعني براءة اختراع أو ما إلى ذلك، هذه براءة الاختراع يعني لا تعود علينا أو على مخترعها الجزائري إلا بالقليل، وتعود بالفائدة الكبيرة يعني على المؤسسات اللي توظف. لما لا يعني نستعمل الطرق القانونية حتى نحمي هذه الابتكارات وهذه الاختراعات. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث أو الهدف الثالث وهو الأهم بالنسبة لنا، تم إحصاء هذه الكفاءات، وخاصة التي تريد أن تعود إلى الجزائر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتحضير المشاريع من هنا حتى نجسدها على أرض الواقع في الجزائر. مشاريع خاصة بكل القطاعات، تبدأ من التعليم العالي حتى لزراعة يعني الفاكهة والخضر وما تحتاج إليه الجزائر من هذه المواد. يعني تحقيق هذه الأهداف، 3 أهداف اللي تكلمت عليهم، يعني ترى هناك ورقة طريق وهيكلة وتنظيم وإعلان كافي لكي الناس تتعرف على هذه الرابطة، باش يعني يلتحقوا بكم أكثر من الناس اللي عندهم كفاءات في مختلف الميدان. صحيح، يعني منذ تأسيسها منذ إنشائها عملنا يعني بخطى ثابتة، وتعلمنا من دروس والتجارب اللي فاتنا، يعني علاش كل مشروع نقوم به في الجالية لتوحيد الجالية نفشل فيه، وخاصة بعد أن اكتسبنا تجربة وخبرة من ودادية الجزائريين بأوروبا اللي كانت السند نتاعنا، وكانت تعطينا القوة، وكانت يعني فيما يخص تجنيد الجزائريين والدفاع عن حقوقهم، وكانت بمثابة الودادية كانت بمثابة البيت الذي يأوي إليه المهاجر، يعني تحمل كل حقوقه. وبالتالي بعد يعني أصبحت الأمور صعبة، التعددية الحزبية مثل ما قال أحد رجال السياسة رحمهم الله واللي نكون له احترام كبير، إذا خيرت بين الديمقراطية والجزائر لاخترت الجزائر ولا أختار الديمقراطية، بالرغم من أن الديمقراطية شيء عزيز علينا،
لكن ربما أن الوقت لم يسمح بعد لأن نفهم المفهوم الحقيقي أو الممارسة الحقيقية للديمقراطية، وبالتالي أصبحت يعني بيناتنا المنافسة ليست منافسة شريفة من أجل أفكار، من أجل مشاريع، من أجل، إنما منافسة تهديمية لا أكثر ولا أقل، وهذا لا يخدم الجالية ولا يخدم الكفاءات ولا يخدم الجزائر. الجالية كنز ضائع، نسميه كنز ضائع بأتم معنى الكلمة. لماذا؟ لأنه فيه هناك العلم، لسافوار، فيه لسافوار اتر، يعني كيف نتعامل يوميا مع الديمقراطية، الممارسة الديمقراطية اليومية، لسافوار اتر. عندنا أيضا سكون أبيل لسافوار فير، العلم هذا اللي تعلمناه نعرفوا كيفاش نخدموا التكنولوجيا هذه وتخدم كل يعني العوامل من أجل إنجاح مشروع ما. وكان عامل آخر المهم أيضا سي لو فير سافوار، هذا يدخل ضمن هذه الاستراتيجية تاع لو فير سافوار. حبيت نتكلم مع محمد، انت مزوج وعندك دراري؟ مزوج وعندي دراري. تزوج بجزائرية وافتخر بذلك، كانت يعني معي، اتت معي من الجزائر، من العاصمة، وعندنا 5 أولاد، 3 بنات وزوج ذكور. الحمد لله كلهم يعني ولدوا هنا ونشأوا هنا، لكنهم لم ينقطعوا ولو سنة واحدة عن الجزائر، بالرغم من أنها كانت أيام يعني سنوات دمار اللي حكينا عليها، السنوات العشرية السوداء. العائلة تاعي كل سنة يروحوا شهرين اللي نسميهم أنا شهر تربص للغة العربية والثقافة وما إلى ذلك، وشهر السياحة. لماذا؟ لأنه الله يبارك بلادنا شاسعة، 2360 كيلومتر على السواحل وربما أكثر، ويعني السياحة الجزائر الأبناء يعرفوها من تلمسان إلى تبسة وإلى تونس، ومن تيزي وزو حتى غرداية يعني. والحمد لله تربية جزائرية، ثقافة جزائرية مزدوجة اللغة، تمسلاغ ثقافة اللي تخمنا هذا وراوي فوالا نتسايني لا نتسكثمورت هذا زين تشخشوخ تكر بابين مطلوع عغر ومقور نشليطا فوالا. دونك ما نحسوش روحنا وكأننا دي بيزي دي بي. الحمد لله قدرنا نتمسكوا على بالثقافة نتاعنا وقدرنا نوصلوها لأبنائنا، وهذا طبعا مجهود شخصي لي أنا ومجهود لزوجتي أيضا، مجهود أيضا للأبناء. لماذا؟ لأنهم دخلوا في هذه الروتينية بتاع حب الوطن، حب الجزائر. اليوم تقدر تسألهم تطرح لهم أسئلة، تقول لهم هاو بني صغير في عمره 10 سنوات قال لي يعني ما كانش الإمكانيات، الحمد لله موجودة كل الإمكانيات. حلمه الآن أنه يروح يلعب في أتليتيك بارادو ويعيش في أكاديمية بارادو. قلت له هنا الأكاديمية راهي قدامك. لا قال لي أكاديمية تاع بارادو نطلع ثم كما طلع يوسف عطال وطلع كذا وطلع. السلام عليكم، أني رايم بن خروف، نلعب في كلوب باري، نحب ناتيغري كلوب دو فورماسيون تاع لونجلتير ولا لاتيلتي كلوب تاع البارادو، ونحب نلعب فولاشيري 1 2 3 في فولاشيري. يجب أن نزيح عنا تلك النظرة السوداوية اللي يرميها ما أسميهم أنا، وأنا أتحمل هذا الاسم هذا، ما أسميهم بالحركة الجدد. هؤلاء الحركة الجدد اللي يحاولوا يشوهوا كل ما هو جزائري، كل ما هو أصيل، كل ما يأتي من الجزائر فهو أسود. لو لم تكن هذه الجزائر يعني فيها أشياء مشوقة لما يعني اشتاق لها الأبناء مثل ما اشتقنا لها نحن. fameuse Casbah, la Casbah d'Alger. À l'intérieur de la Casbah d'Alger, في داخل القصبة نداء
أول نوفمبر للشعب الجزائري. هذا أيضا من الأشياء اللي نحتفظ بها ونفتخر باش تكون في المكتبة نتاعي للأجيال المقبلة، لأن احنا لو كان ما نعرفوش منين جا والدينا، ما نعرفوش ورانا رايحين حنا، ما نعرفوش راهم رايحين ولادنا ابري. دونك هذه سيت اون فوي بلاتفورم دو ترانسميسيون انترجينيراسيونيل، هكذا نشوفها انا. موالينا خلاوها لنا لينا وحنا نخلوها لولادنا، اي سي لا كونتينيتي دو سيت الجيري ايترنال ان شاء الله. ايترنال فوالا اترافير جينيراسيون، اترافير لي جينيراسيون ان شاء الله. هذه الموسيقيه ما تقوليش جيتاره. وي 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 عندي لا جيتار، دونك ما في دو لا ميوزيك. الجو دو لا ميوزيك لا جيتار. وهذا سي موندول بارتيكولي، هذا هداه لي واحد الشاب جزائري جاء من بورني، وعرفته لما جاء لهنا كان ليتي سون بابي، ويعني ساعدناه باللي قدرنا، باللي حتى تحصل مسكين على الاوراق تاعو كل شيء، وكشكر ليا لانه ربما حب يقدم اموال وانا رفضت كل شيء كشكر. الوالد نتاعو يخدم كحرفي لهذه الآلات الموسيقية، وعرف باللي انا مولوع بالشعبي الشعبي الجزائري. تفضل. مولوع بالشعبي الالجيريا، دونك فوالا هذا لي هذا الشاب يسموه يونس بوكفوسه، إلي دو بورني، من بورني، وصناعه الوالد نتاعو شخصيا، وهذا هو اللي نحتفظ به. فوالا سي اون اوفر دار. وي سي كال ريزونانس. وتعزف على الآلة؟ أنا يعني ما نعزفش على الآلة، كان شغفي. بنتي تعزف، نعم بنتي تعزف على الآلة. عندي زوج بناتي، واحدة لا جيتار ساش، وواحدة دير لو فيولون. الله يبارك. فوالا دونك يمونكي جوست انا لو كان زدت فيها موندول انايا كنا نديرو فيها بتيت اوركستر. ما شاء الله. هذا فرونشمون فوالا دونك جو ريميرسي توجور هذا الشاب هذا، وسبحان الله العظيم il a pas mis beaucoup de temps pour avoir ses papiers. درنا له لي بابي نتاعو والحمد لله تزوج وفرج عليه ربي كل شيء، وحتى ليومنا هذا مازال يتصل بيا ويتفكر يعني ايه. و سي ان جون كي ا تروفي لو دومين تاعو، سي ان شامبيون دالجيري في الكاراتيه. هنا صاب ايضا لو شومان هذا يساعدوا بزاف، القاعات موجوده والاخر موجوده. دونك il est devenu un coach نتاع الكاراتيه معترف به في لا فيدراسيون فرونسيز دو كاراتيه. الله يبارك ما شاء الله. فوالا هذا واحد من الشباب اللي قدرنا نعاونوهم، اللي قدرنا في سبيل الله نعاودوهم باسم التضامن هذا اللي كنت نحكي لك عليه، ولا سوليداريتي الجيريان. ولما كانت عندنا لاميكال يقصدونا لانهم اون دي تيريس، وهما يولوا يعاونوا في الاخرين اللي راهم اون دي تيريس اكثر منهم. هذا هي لا سوليداريتي الجيريان اللي ربما حبوا البعض باش يقطعوها لكن ما يقطعوهاش. معكم سهران نجوم معكم سهران، ما عندي لحبيبنا ولي مرمي في البلدان،
نرمي حبيب الاولي نرمي في البلدان نرمي في البلدان. Bravo, ça c'est la surprise ça. هؤلاء هم الجزائريون من نخبة المغتربين. لازم يكون حب الجزائر نابع من جذور ثورتها، تبقى سلوكاتنا وتحركاتنا نابعة من سجل أمجادها، بشعورنا بالمسؤولية نبني حاضرها ومستقبلها. الاستقامة والالتزام يقضيوا على مصالحنا وأهوائنا، ودمتم للصالح العام، ودامت لكم الجزائر كريمة معززة. هذه هي بلادكم يا ذي الغربة، نتمنى وتجيو في أقرب الأوان، نطلبوا من الله تقصار الغلبة، ويرجع كل غريب لوطان وفرحان.